تعالي النهاردة هعرفك ازاي السمنة البلدي تقدري تميزيها. هل هي مغشوشة ولا مش مغشوشة؟ إيه اللي بايعاها لك بما يرضي الله، ميزانها مظبوط. ازاي تقدري تعرفي هل هي مغشوشة ولا لا؟ من كمية السوائل اللي فيها. وبطريقة بسيطة جدا هنفصل السوائل بتاعتها وتقعد معاكي مفيش ربع ساعة، تتقدح على النار وتطلعي أحلى وأنضف سمنة بلدي حرفيا. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نسمي بالله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتعالي نشوف مبدئيا عملنا ايه. دول 4 كيلو من الزبدة البقري. هنا الزبدة بتاعتنا زبدة من الفلاحين، يعني وكمان ناس هقولك يعني الفلاحين اللي هم بيربوا بهايم في بيوتهم كمان، يعني مش مجرد تجار. هعرفك بفيديو بسيط جدا ازاي تعرفي هل هي غشاكي ولا مش غشاكي، وايه المعدل الطبيعي اللي بتطلعه السمنة البلدي، وكل كيلو بعد ما بتسيح بتطلع قد ايه، وهنعرف هل هي غشتنا ولا عملتنا بما يرضي الله. وهقولك كمان انا جبتها بكام وسعرها المتداول في الاسواق عامل كام. بس لما تجيبي حتة زبدة يا تجيبيها من مصدر موثوق منه يا بلاش، لان سهل جدا غشها، والغش مبقاش فيه اكتر منه. السمنة اللي معانا هنا كل اللي عملناها حطينا ال4 قوالب زبدة، وتكون حلة يعني حاولي على قد ما تقدري يعني تكون مساحتها اكبر شوية من قوالب الزبدة. ما تحطليش مثلا الزبدة تكون 4 كيلو تحطهم في حلة يا دوبك تشيلهم. تمام. احنا هنا كل اللي بنعمله هنعمل خطوة بسيطة جدا عشان ما نفضلش طول اليوم نفضل واقفين عليها. احنا هنعمل ايه؟ احنا هنفضيها ونحطها على عين البوتاجاز. مجرد ما القوالب هتسيح معانا هنطفي عليها النار وهنسيبها لغاية ما تبرد. طبعا انت لو مسكتيها تقدري تمسكيها، درجة حرارتها مش هتبقى عالية لانها ما اتقدحتش، هي مجرد بس ساحت. هناخدها بعد ما تبرد كده ونحطها على رف التلاجة نبيتها ليلة كاملة او ساعتين 3. طبعا الجو دلوقتي ساقعة، يعني مجرد ما تلاقيها مسكت في بعضها كده هتخبطي عليها هتلاقيها ناشفة معاكي كده، عملت طبقة السمنة كلها وفصلت سوائلها كلها، خليتها في القعر من تحت. هنيجي من جنب الحلة كده وهنبتدي نعمل خبطة كده بالمعلقة، ونبتدي تلاقيها طلعت كل السوائل اللي فيها. كده انت عايزه اقولك ان انت مفيش 10 دقايق بالظبط وهتقدحيها، ومش محتاجه تقفي طول اليوم. وكميه المرته اللي هتطلع تبقى قليله جدا لان ما فيهاش سوائل. مجرد ما هتحطيها مفيش ربع ساعه بالكتير هتلاقيها اتقدحت معاكي. والسوائل دي عايزه اقولك هتعبيها في علبه عندك او في ازازه. انا عبيتها في ازازه وبشيلها في الفريزر وقت ما بحب اعمل اي معجنات. تعملي كيك، بسبوسة، انت مش محتاجة تحطي كمية دهون كتير لان اللبن ده بخيره، يعني كل الدسم اللي موجود طالع من القشطة هتلاقيه موجود معاكي هنا في قلب شوية اللبن اللي انت شايفاهم دول. عملنا قبل كده الطريقة دي مع القشطة وكتير منكم دعالي ونجحت معانا جدا، وناس كتير قوي بفضل الله عجبتهم ودعولي دعوة حلوة من قلبهم. ألف شكر لكل اللي كتب لي تعليق حلو من إيده. هتلاقي السمنة معاكي كده مجمدة من بعضها كده، هتلاقيها عاملة زي الحجر كده، مسكت في نفسها خالص. هتبتدي تفتفتيها او ما تفتفتهاش، هتحطيها على عين البوتاجاز. ما فيش، عايزة اقولك ان الطريقة دي ناجحة جدا جدا، وهتخليكي الناس اللي بتتعب جدا من الوقفة على عين البوتاجاز وادحت السمنه تقولك على نار عاليه وبعد كده تهدي النار عليها، لا انا اضمن لك بالطريقه دي مفيش ربع ساعه بالكتير خالص وهتلاقيها فصلت سلاسل ذهب. هتلاقيها بدأت تجمع المرتة بتاعتها، الريمة اللي على الوش اللي على الجنب دي اللي انت شايفاها دي، اول ما لونها يبقى ذهبي فاتح كده اطفي عليها عشان السخونة هتغمق لونها بزيادة. وتعالي بقى هوريكي ازاي تعرفي الغش بتاعها. دلوقتي احنا هنجيب القسط بتاعنا او ايا كان اللي بتعبي فيه. انا بحب اعبيها في قسط اللي هي الالومنيوم دي. هصفر الميزان وهبتدي احطها واوزن عشان اعرف هل انا اتغشيت ولا لا. طلع نص كيلو وشوية، فهبتدي افضي الكمية كلها. طلعت 2 كيلو 855، يعني الصافي بتاعها طلعت لها ما يقارب 2 كيلو و300 وشوية، حاجات بسيطة كده. ده كده في نقص كتير، ان المفروض الطبيعي من 250 جرام للكيلو بيخسوا، يا اما 300 جرام. هنا وصل معايا لاكتر من 400 جرام، يعني هي لماها بلبن الخض بتاعها. وزي ما انتوا شفتوا كمية لبن الخض اللي اتلمت في البداية عبيتها كانت كمية كبيرة، فده دليل ان هي
يعني ما راعتش ربنا ولمتها بلبن الخض. لما احنا بنعمل بقى السمنة في البيت بنقعد نعصر فيها كويس جدا، لبن الخض كله بيتنطر معايا، فبتبقى حتة الزبدة ما فيهاش كمية سوائل كتير. هنا اقدر اقول اللي بيعاها ما عندهاش ضمير لانها لماها بلبن الخض بتاعها.